يوم الصبح وبتلاقي نفسها مدفونة بالرملة على جزيرة غريبة، فبتطمن بسرعة على جوهرة قلب تيفيتي اللي موجودة في السلسلة، وبتزعق موانا للبحر اللي بدل ما يساعدها بيكسر لها المركب وبيرميها على جزيرة غريبة. بس فجأة بتشوف رسومات قدامها وبتلاحظ ان شكلها على شكل خطاف ماوي، وفجأة بتشوف خيال ضخم فبتاخد الديك بتاعها وبتجري تستخبى ورا المركب، وفي لحظة واحدة بتلاقي قدامها البطل ماوي اللي بيقاطعها في كل مرة بتحاول تتكلم فيها وبيحبسها في كهف، وبنشوف انها بتحاول تخرج وبتطلب منه انه يخرجها، لكن ماوي بياخد الديك بتاعها وبيمشي. فبتجري موانا في المية وبتحاول توقفه، فبتاخدها الموجة بسرعة وبترفعها فوق المركب، وبنلاقي ماوي بياخدها ويرميها في المية اكتر من مرة، وفي كل مرة المية هي اللي كانت بترجعها له تاني. وهنا بتقوله موانا انه لازم يرجع قلب تيفيتي لمكانه، فبيمسك ماوي القلب وبيرميه في المية، فبيرجع هو كمان تاني. فبتسأله موانا اذا كان خايف ان يمسك الجوهرة، فبيقول لها ماوي ان دي مش جوهرة، دي لعنة بتسبب الموت. وبيظهر لهم فجأة قراصنة على شكل جوز هند على سفينة ضخمة، فبيحاول ماوي انه يهرب منهم ويجري بالمركب بعيد، بس القراصنة بيقدروا يسيطروا على المركب وبينزلوا عليها وبيحاولوا يخطفوا الجوهرة، لكن الديك بياكلها، فبيخطفوا القراصنة الديك. وبتطلب موانا من ماوي انه يساعدها وترجع الديك، لكن ماوي بيرفض يساعدها. وهنا بتنط موانا على السفينة وبتحارب القراصنة لوحدها، وبتاخد الديك بتاعها وبترجع للمركب، وبيرجع الديك الجوهرة من بقه وبتاخدها موانا منه، وبيبعدوا بالمركب عن القراصنة. وبينبهر ماوي من شجاعتها وبيقول لها ان الرحلة دي خطيرة وانها هتقابل حاجات اكتر من كده بكتير، وبيرفض انه يشاركها في الرحلة الشاقة دي. فبتقنعه موانا وبتقوله انه بالنسبة للناس مش بطل زي ما هو فاكر، وانه واحد سرق قلب تيفيتي ولعن الارض اللي بقت بتموت الزرع والبحر اللي فاض من السمك، وبتقنعه انه لو رجع الجوهرة هيبقى هو البطل اللي انقذ العالم. فبيقول لها ماوي انه هيحتاج الخطاف بتاعه المسحور عشان الرحلة دي تنجح، فبتوافق موانا انهم يرجعوا الخطاف ويبدأوا الرحلة لتيفيتي، وبتطلب منه انه يعلمها ازاي تكون بحارة حقيقية وازاي تتحكم في المركب وازاي تدرس النجوم. فبتنام موانا بالليل وبتحلم بكابوس، وبتصحى مخضوضة وبتلاقي نفسها وصلت لمملكة الوحوش اللي فيها الخطاف،